السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا. هنعمل كنافة بالجلاش. بجد بجد صينية كنافة بالجلاش دي تحفة. بصوا بسم الله ما شاء الله، مورقة وجميلة ازاي. ان شاء الله طريقة تعجبكم. معانا هنا ربع كيلو كنافة. تمام، هي كانت في الفريزر ومنى طلعتها وفركتها بايديها كده. لو انت عايز تعملها في الكبه مفيش مشكله، بس كده احسن عشان ما تبقاش ناعمه قوي. تمام، هي منى هتحطها في الصينيه على طول من غير سمنه من غير اي حاجه. هنحط لها السمنه بتاعتها بعد ما نفردها كويس في الصينيه. عشان ايه؟ لما انا بحط السمنه عليها واجي افردها بتكلكع كده وبيبقى في حتت متعرفيش ان انت تفرديها، انما كده احسن. هي هنا هتوزعها كلها في الصينية ان شاء الله كده. الطريقة بتاعتها تكون حلوة وتعجبكم. زي ما احنا شايفين هي بتفردها هيت. تمام، هي كده بايديها بتبتدي ان هي تشوف ايه الحتة اللي فيها وايه الحتة اللي ما فيهاش، بتبتدي توزعها كويس في الصينية زي ما احنا شايفين. طريقة حلوة جدا جدا هتعجبكم بجد، يعني سهلة وبسيطة وجديدة وحلوة. ان هي تغيير من الكنافة العادية التقليدية اللي احنا بنعملها. دي تغيير، بتدي طعم حلو وطرية. على فكرة الجلاش كان جميل جدا بجد، طعمه حلو عامل زي البقلاوة زي ما احنا شايفين هنا. بصوا بنبتدي ان احنا نفرد. هتحط بقى الباقي كله اهو زي ما احنا شايفين. هي هنا هي تظبطها، بتشوف هي بعينيها كده الحتت اللي ما فيهاش، وبتعمل بايديها بتظبط بقى الدنيا ان كل الصينيه تبقى مستوى واحد، ما تبقاش في حته عاليه وحته يعني حته فيها كنافه كتير وحته ما فيهاش. لا، هي كده بتظبطها هيت زي ما احنا شايفين. هنبتدي بقى نجيب السمنه بتاعتنا. احنا دي كوبايه الا ربع سمنه انا مسيحاها على النار اهي زي ما احنا شايفين. بس مش هنستعملها كلها في الكنافة، لا ده احنا في الوصفة كلها، يعني هنحط منها على الكنافة وعلى الجلاش وهيفيد منها كمان. ليه بقى؟ لان لما تكتري السمنة وتحطي كمان شربات تبقى دسمة او تقيلة وتجزع النفس، انما كده لا، كده خفيفة وجميلة جدا وبجد بجد كان طعمها لذيذ، وان شاء الله الطريقة تعجبكم. انا اسفة بجد على صوتي، عندي دور برد جامد قوي، اسفة، بس الحمد لله على كل حال. اهي زي ما احنا شايفين بتوزع السمنة كده. تمام، هتبتدي بقى ان هي تلبس كيس في ايديها وتدوس على الكنافة عشان ايه؟ تاخد كلها مستوى واحد وتبقى مظبوطة كلها في الصينية. وكمان السمنة بصوا بعد ما هي ما بتدوس عليها السمنة كلها يعني الكنافة بتشرب السمنة كلها اهي. ان شاء الله الطريقة تبقى حلوة وسهلة بإذن الله تعجبكم. اهي ما شاء الله بجد ما عادتش. اللهم صل على النبي، كان طعمها لذيذ. الف هنا وشفا. وبجد انا قلت لها اعملي لنا واحدة تاني. وهو بقى طريقة غير الكنافة العادية بتاعتنا اللي هي محشية مكسرات كنافة بس، وفي اللي هي بالكريمة. لا كده حلوة برضو، لذيذة كده وسهلة وما خدتش معاها وقت بصراحة. هي هنا جاي بصوا بقى دي المكسرات بتاعتها، يا دوبك ضربتها ضربة واحدة بس في الكبة عشان ايه؟ ما تبقاش ناعمة قوي. دول معلقتين شربات من اللي احنا عاملينه. تمام، حطيتهم عليها، وهتحط معلقتين سمنة كده خفاف مش مليانين قوي، برضو بيدوا طعم المكسرات جوه الحشوة، يعني بيدي طعم كده للمكسرات جوه ما بين الطبقتين، ما بين طبقة الكنافة والجلاش. وبرضو ممكن بنعمل كده برضو لما بنعمل كنافة بس بنحط برضو عليها نفس الموضوع.
اهيت. ان شاء الله يا رب تكون طريقة منا سهلة. وما تنسوهاش بقى في الشير واللايك، اللايك لمنا عشان خاطر هي تعبت بصراحة. اهي هتحط كل الحشوة طبعا. يعني عندك بقى زبيب، جوزة الهند، سوداني. انا كان عندي شوية مكسرات كده خفيفة وحطيت عليهم سوداني وجوزة الهند وعملتهم في الكبة زي ما احنا شايفين. هي تفردها بقى كلها. يا ريت ما تنسوش منا ما تنسوش منا بقى في اللايك. هي بتبقى مبسوطة بصراحة لما بتعمل لي حاجة على القناة. ربنا يبارك لها يا رب ويحميها هي واختها. اللهم امين ويحفظهم يا رب. اهو زي ما احنا شايفين فردت كل المكسرات اهيت، بتساويها بالظبط عشان يبقى كل حتة لما نيجي نقطعها يبقى فيها مكسرات. الجلاش بقى اقول لكم على حاجة. الجلاش انا جبت نص كيلو جلاش، لفة جلاش يعني. ما خدتهاش كلها بصراحة، انا خدت نصها بس. يعني انا رحت قسمها بالنص بالظبط ورحت واخده نصها. يعني يعتبر ربع كيلو جلاش على ربع كيلو كنافه. وتعملي احلى صينيه كنافه بالجلاش، تحفه تحفه بجد. او جلاش بكنافه يعني ايا كان بقى. بجد كانت جميله جدا. هي هنا بتدوس عشان المكسرات تمسك في الكنافه. هنا بقى بصوا هي قطعه الجلاش على قد الصينيه. يعني هي جابت الصينيه وحطيتها فوق الورق بتاع الجلاش وقطعت بالسكينه، حددت وراحت قطعه. انا خدت يا دوبك، يعني هي خدت بالظبط 10 ورقات، نص الورقه. يعني كده بقى ربع كيلو جلاش، هم 10 ورقات اهمت. ان شاء الله كده بجد بجد الطريقه حلوه وهتعجبكم. انا لقيتها قامت عملتها وعجبتها يعني لما عملتها وطلعت حلوه بقت مبسوطه قوي. بتفرح قوي لما بتعمل الحاجه بتطلع معاها مظبوطه. اهو هتحط اول ورقه وهنبتدي بقى هتبتدي تظبط وان هي تداري كل الحشوه اللي تحت وتظبط على قد الصينيه بالظبط اهو. وهتبتدي بقى ان هي بالسمنه يا دوبك بس تمسح مسحه بسيطه كده على الجلاش ما بين كل طبقه او ما بين كل ورقه وورقه. هتمسح مسحه بسيطه ليه؟ عشان خاطر الجلاش يبقى مورق، ما يبقاش ماسك في بعضه معجن. لا كده بتورقي الجلاش، بيبقى طعمه جميل جدا. بيبقى يعني اقول لكم بيبقى مفرفر كده مفرفط كده عن بعضه. معلش بقى هو ده اللي انا عارفه اقوله. زي ما احنا شايفين كده. والله ما خلصت السمنه كلها يعني، كمان يعني حاجه بسيطه خالص. يعني كوبايه الا ربع احنا ما خلصناش كلها اهو. زي ما احنا شايفين هتبتدي برضو نفس الطبقه تعملها نفس الحوار لحد ما تخلص اللي هم 10 ورقات بالظبط. نص ورقه الجلاش، يعني الربع كيلو. تمام زي ما احنا شايفين اهو. انت ممكن تحشيها كريمه بدل المكسرات برضو تمشي، هيبقى برضو طعمها حلو مش وحش. هتحطي الورقه التانية وهتبتدي بقى تظبط اهو زي ما احنا شايفين. تيجي تحب بقى تقف تعمل الحاجه كده، محبش حد يخش يضايقها وهي واقفه. يخش عليها في المطبخ يا ماما لو سمحتي اطلعي دلوقتي وسيبيني لما اخلص. تبقى مع نفسها كده اهو. نفس برضو النظام. هتحط السمنه بسيطه. بصوا يعني مش كتير خالص، بسيطه جدا
هي حتى قالت لأمه عشان ما تبقاش دسم عليكي، عشان غلط كده تبقى خفيفة، ان انا اعرف اكل من الحاجة اللي هي بتعملها بصراحة. بصوا هي هنا خلصت كل الطبقات، وهتجيب بقى هنا السكينة، بتقولك السكينة تكون مشرشرة او سكينة حامية عشان تقطع الطبقة كويس لحد تحت. هتقطعها كده الاول، وبعدين هتقطعها برضو تاني بالنص تاني، وكل ربع بقى من دولت هتبتدي ان هي تعمله على 2، في واحد بس اللي هتعمله على 3 عشان ده الكبير. زي ما احنا شايفين هي تعمله سامبوكسات كده، اللي هو قصدي مثلثات اهو. تفتحها كده تمام اهو. هتيجي بقى في التالتة دي عشان كانت كبيرة شوية هتعملها على 3، عشان هي بصت لقيتها كبيرة فقالت ايه اعملها على 3. تمام كده. هتجيب بقى السمنة اللي هي ايه اللي فاضلة، هتبتدي ان هي تدهن الوش بس تديله لمعة عشان لما يخش الفرن. وبصوا بقى هنا السمنة يعني زي ما قلت لكم، بصوا فاض منها برضو السمنة، يعني كوباية الا ربع برضو فاض منها سمنة. متبقاش بقى تقيلة بقى وتحط سمنة كتير قوي على الكنافة وتبقى تقيلة قوي في الاكل بتاعها، لا كده خفيف خفيف. عايز تعملي بزبدة اعملي عادي مفيش مشكلة، بس السمنة حلوة مش وحشة يعني. اهو زي ما احنا شايفين ندخلها الفرن بقى، هنطلعها دلوقتي من الفرن زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله وشها زي الفل اهو احمر. وده الشربات بتاعنا، انا بعمل الشربات كمية مثلا اعمل كيلو، اعمل 2 كيلو واحطه في التلاجة وقت ما اكون عايزة اطلع وايه واعمل. هي الشربات طبعا بارد وهي سخنة اهي ما شاء الله سقيتها كلها اهيت. ان شاء الله الطريقة تكون عجبتكم، وما تنسوناش بقى في الشير واللايك وتفعيل الجرس. ولو اول مره تشوفي قناتي ما اوعي تنسيني في اللايك، ويا ريت تشتركي عشان يصلك كل جديد. ودي بقى دلوقتي شوفي بقى، هنشوف بقى نقطع حته منها عشان اوريكم بقى الطبقات من جوه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله بجد جميله. بصوا قطعت هنا حته اهيت، هتطلع لكم حته اهي زي ما احنا شايفين ما شاء الله جميله جميله. بصوا طبقاته والجلاش مورق من جوه. وان شاء الله يا رب تكون طريقه منا عجبتكم، وما تنسوهاش بقى في الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد مع قناه يومياتي انا وبناتي سوسو كمال. وما تنسوناش بقى، ويلا مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.